السلام عليكم حبايبي الغاليين. طبعا كلنا ساعات بيجي علينا وقت بنزهق من عمال الفطار، فبيكون الحل الانسب والسريع ايه؟ هي فطاير الجبنه دي او بوريك الافران. واللي هو حل سهل وسريع لما تكوني زهقت من عمال الفطار، للفطار، للنادي، للمصيف، للخروجات. يعني حل منقذ جدا مع كوبايه شاي بلبن والموضوع خلص. النهارده هنعمله باسهل وانجح طريقه، وكمان انضف واحلى من اللي احنا بنشتريها من بره بكتير. تعالوا نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. بس يلا نقول كريم رسول الله والله اكرمه، فهل فقير بين الكريمين يحرمه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا هنا كوبايه من الحليب، تكون دافيه يعني ما تكونش ساقعه من التلاجة. ومعايا بيضه، فصلت الصفار عن البياض، خدت البياض حطيته على الحليب وسبت الصفار هنستخدمه بعدين. وكمان نزلت عليهم بمعلقتين من السكر ومعلقه من الخميره اللي هي الفوريه. هقلب كل المكونات دي كده مع بعض كده لحد ما السكر يدوب، وكمان علشان الخميرة تتفاعل بسرعة. الموضوع سهل وبسيط جدا وغير مكلف يعني، وانضف واحلى من ان احنا نشتريها من بره بكتير. هنا بقى نزلت بربع كوباية من الزيت اللي هو زيت نباتي، وكمان معلقتين كده ممسوحين من السمنة. تقدري تستخدمي المقدار كله، يعني تقدري تستخدمي تلت كوباية من الزيت كفاية جدا. تقدري تستخدمي المقدار زي ما انا حطيت كده، ربع كوباية من الزيت ومعلقتين من السمنة. طبعا السمنة علشان بتطعمها وبتديلها طعم حلو. وتقدري تستبدلي الحليب بمية برضو. هنا معايا نص كيلو من الدقيق، نزلت عليه بنص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة من الملح. طبعا تقدري تستبدلي الحليب بميه، بس انا عايزاها انت طبعا انت بتعملي حاجه لاولادك على ايدك، فاحنا عايزينها تكون مغذيه ومفيده اكتر. هنا هقلب كده، حطيت نص الدقيق وقلبت كده. وبعدين هنزل ببقيه الدقيق، يعني بقيه النص كيلو. طبعا تقدري تضاعفي الكميه براحتك جدا، يعني المقادير دي مقادير نص كيلو دقيق. هفضل اقلب كده، هي ما بتاخدش عجن كتير ولا حاجه، لمده 3 4 دقايق كده. وهبتدي كده اشوف هي كده معايا محتاجه معلقتين ميه. انا هنا ضفت معلقتين ميه، طبعا على حسب نوع الدقيق. انا هنا مستخدمه دقيق مخبوزات لانه بيكون ناجح جدا وبيحتفظ بهشاشه وطراوه المعجنات. يعني احلى حاجه في المعجنات والفطير تستخدمي دقيق مخصص للمخبوزات، يكون في عرق كده. هنا بقى انا مستخدمه ايه؟ مستخدمه طبعا جبنه. تقدري تستخدمي اي جبنه. انا هنا مستخدمه جبنه قريش عادي جدا، جبنه فلاحي، وحطيت عليها معلقه كده من الزعتر. طبعا تقدري تستخدمي اللي هي جبنه العلب او جبنه تلاجة او جبنه اسطنبولي، الجبنه اللي تعجبك استخدميها. هنا كنت سبت العجينه، غطيتها وسبتها لمده نص ساعه. هنا بعد نص ساعة بقت بالشكل ده كده، طبعا اختمرت وهي لسه هتكمل خمر بعد ما هنقطعها وهنشكلها. هنا هبتدي اعمل ايه؟ اقطعها. الكور بتاعتها تكون مش من 15 ل 20 جرام، ما تكتريش عن كده. هي بتاعت المحلات بتبقى صغنطوطة كده وعلى قد قطمة قطمتين. ما تكبريش عن كده بحيث ان انت ايه، يعني ما تاخديش نص واحدة وترميها، لا هي بتبقى الحجم ده حلو قوي، يعني ما تكتريش عن 20 جرام. حلو قوي. طبعا تقدري تعملي الحجم اللي انت عايزاه، بس انا بقولك على الحجم المناسب وزي ما احنا بنشتريها. زي ما انت شايفه كده هبتدي هفردها بايدي كده، بس ما ترققهاش عشان وانت بتفتحيها ما تكونش رفيعه يعني. واهم حاجه تقفليها بالشكل كده، بتقفليها زي القطيفيه كده بالظبط. وبعدين بت بت بتظبطيها كده. اهم حاجه تقفلي كويس، يعني اهم حاجه تقفلي القفله بتاعتها كويس. وانتي بتحطيها في الصينيه تحطيها كده، تبططيها شويه كده بحيث ان هي لما تيجي تخمر اللي هو تاني مره في الخمر ما تقبش وتفتح من تحت. زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا والله الجبنه القريش بالزعتر يا جماعه طعمها روعه جدا وجميله جدا. تقدري تستخدمي جبنه دمياطي او اللي هي الجبنه التلاجة، بس يا ريت ما تكونش مالحه قوي. او تقدري تستخدمي اللي هي الجبنه اللي في العلب، مفيش اي مشكله برضو، وتضيفي لها الزعتر او تضيفي لها حبه البركه او تضيفي لها بابريكا. الطعم اللي انت عايزاه تقدري تضيفيه. الموضوع سهل جدا، مش هتاخد معاكي اكتر من نص ساعه.
وانتي طبعا الجو حر، فهي هتخمر معاكي بسرعة، فمش هتاخد معاكي وقت خالص. انتي على ما تخلصي الكمية وترصي الصينية بتاعتك، هتبصي تلاقيها هي كملت الخمر بتاعها اللي هي التخمير بتاع المرة التانية. اهم حاجة تقفلي عليها كويس علشان ما تفتحش منك في الفرن. هنا انا كنت خلصت الكمية، وكان في صينية كمان صغيرة كنت لسه هكملها على ما ادخل دي الفرن. هنا بقى معايا البيضة وعليها معلقتين من اللبن، وحطيت ايه عصرة ليمونة كده وسنة فانيليا عشان ريحة الزفارة، لان الليمون بيقضي على ريحة الزفارة تماما. ميزة صفار البيض ان هو بيدي لمعة حلوة للمخبوزات. تقدري تستخدمي حليب بس، مثلا معلقة حليب عادية على معلقة حليب بودر، برضو بيدي نفس النتيجة، او حليب بس. او تقدري تستخدمي عسل على مية برضو تدهني الوش، مفيش اي مشكلة خالص، بس البيض بيدي لمعة حلوة ولون حلو. وكده كده انت مستخدمة البياض في العجينة. هنا هدهن الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين كده، هي معايا اختمرت تماما، بس وانت بتدهني حاولي تكون الدهان على خفيف كده علشان الخمر بتاعها ما يهبطش. وهنا انا بحط سمسم، ومولعه الفرن قبلها بربع ساعة، قبل ما ادخل الصينية بربع ساعة على درجة حرارة 220. لو لقيتيها احمرت من تحت، طفي من تحت وولعي الشوايه لمده 5 دقايق، هتطلع معاكي بالجمال ده كله. وبعد ما تطلع رشيها كده بخيها بالميه مباشره، وغطي عليها لمده دقيقتين مش اكتر، هتبصي تلاقيها معاكي بمنتهى الروعه والجمال. اهم حاجه درجه الحراره بتاعه الفرن تكون عاليه جدا. طيب لقيتيها عاليه والقعر احمر معاكي سنه كده، طفي وشغلي الشوايه على طول، هتطلع معاكي مش هتاخد معاكي اكتر من تلت ساعه، وهتطلع بالجمال ده من غير صلصه من غير اي حاجه. وطبعا لو انت عايزه تضيفي لها صلصه او تضيفي كركم على حسب اللون اللي انت عايزاه تقدري، انما انا هنا عاملاها من غير ولا صلصه ولا كركم. طالعه لونها جميل وطعمها تحفه، والزعتر مع الجبنه مخلي ريحتها جميله جدا. وان شاء الله تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.